اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش تتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. النهارده بقى يوم مختلف عن اي يوم، وقررنا ان احنا نتفسح ونخرج ونروح البلد عند ابويا. ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه ويبارك فيه وفي عمره وفي صحته يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. إيه اليوم النهارده صحينا كده من النوم بدري وشربنا بقى وفطرنا واتغدينا وقمنا جايين، التليفونات بقى ضربت على بعضها انا واخواتي البنات، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم. عذرا يا جماعة، انا بس تعبانة شوية. شفاء يا رب، شفاء العاجل. المهم ابتدينا بقى زي ما انتوا شايفين كده، عملت الهوت شوكليت وشربته وقلت اما اشجع نفسي على اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا بقى الجو محتاج لمة العيلة بقى والقعدة الحلوة، وكمان تغيير جو. الجو كان ساقع قوي صراحة وكله برد، بس قمنا جايين لابسين التقيل ومتقلين على نفسنا. وقد كان احنا قاعدين في المدينة ولكن بيت بابا في الريف. احنا كنا محتاجين تغيير الجو ده بشكل فظيع جدا بجد. زي ما انتوا شايفين بقى وزي ما هتقضوا معايا النهاردة، انا خلصنا. وزي ما قلت لكم برضو بعد ما خلصت كده عملت الغدا لاولادي، وده كان غدانا النهاردة حاجة كده، رز بسمتي عليه لحمة مفرومة وسلطة طحينة وبطاطس مقلية، وكان حاجة كده في السريع السريع. وخلصت على بال ما اولادي جم من الدروس. طبعا الايام دي امتحانات ودروس ومدارس وحاجات من دي، فانا ما كانش ينفع ان انا امشي من اول اليوم من بدري يعني. كان لازم اخلص اللي ورايا الاول، وكان لازم كمان اعمل لهم غدا، وبعد كده ننزل ونروح نشوف هنتمشى بقى ولا إن كنا هنغير جو او جيت انا وولاد اخواتي، وزي ما انتوا شايفين كده هنقضي اليوم في وسط الخضرة والزرع بقى والجو الحلو. وقررنا ان احنا نقضي يوم ما قررش قبل كده وما عداش علينا قبل كده. الجو كان مغيم كده، والهوا بقى والارض والخضرة، بجد كان جو تحفة تحفة تحفة. ما كان معايا اختي الكبيرة واختي اللي بعدها، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، واختي التالتة موجودة في البلد. يعني كنا كلنا ملمومين، ودي احلى لمة واحلى قعدة بالنسبة لي. ربنا يبارك فيه يا رب. ابني الصغير اهوت، وزي ما قلت لكم كده تقلت عليهم، وكانت اختي لماهم بقى كده والحصيره واللمه على الارض، وقعدت تعمل لهم سندوتشات وتاكلهم. وهي ديت اللي كانت لمانا كلنا. وابتدينا بعد ما خلصنا بقى ايه، نشوف اللي ورانا ونقوم نلعب ونقضي يومنا انا وبنات اخواتي. ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم ويسعدهم يا رب، اللهم امين. قعدنا نلعب شويه، وبعدين خدت نفسي ورحت على الخضره قعدت اتمشى شويه. وبجد كان جو ممتع وجميل وبيشجع بجد، طاقة إيجابية. رجعت تاني بقى عشان أكمل لعب معاهم زي ما احنا شايفين. وهنلعب ايه وهنعمل ايه يا ولاد؟ قلنا هنلعب ايه, نجري ورا بعض كده ونجري ورا بعض ونمسك بعض يعني. المهم هنا سلمت ابني الصغير لاختي، وهو ده مسؤوليتها اساسا. ولادي كلهم مسؤولية، اي حاجة بتتعبني وبتقرفني بتبقى مسؤوليتها عادي، انا بنفض وبحط على اخواتي الكبار، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم. وانا هنا بقى رحت علشان اكمل لعب. وبجد كان يوم ممتع جدا، وغيرنا جو وقعدنا نلعب لما اتبسطنا. من وقت للتاني لازم تخرجي نفسك من الطاقة السلبية اللي انت فيها، لازم تعدي اليوم بتاعك بحلو وبمره، لازم تقومي وتشوفي. عايزة بقى اقولك كمان ما تصغيش لأي حد يقولك انت كبرتي. يعني انا اللي طالع لي في المقدر جديد اليومين دول، كل اللي يكلمني ويبص في وشي يقول لي انت كبرتي انت كبرتي. يا جماعة انا 31 سنة، يقول لي انت كبرتي انت كبرتي خلاص، انت داخلة في ال40. حاجات كده غريبة، وانت حاجات بسمعها غريبة، ومع ذلك احس ان انا في عمر ال20، احس ان انا في عمر ال15 كمان. احب العب واجري واتنطط زي ما انتوا شايفين كده. الطاقة اللي جوايا اساسا ملهاش علاقة لا بالسن اللي هما بيتكلموا فيه زي ما هما ما بيقولوا ولا اي حاجة. حاسة نفسي صغيرة زي ما انا، وهدي عرض الحائط للجميع، والكل يستمتع بحياته بالوجهة نظره، من وجهة نظره، وباللي هو شايفه صح يعمله. محدش يحجر على رأي حد. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكمان دعوه كده حلوه من القلب
دعوة كده كلها طاقة إيجابية، وتخليني إن أنا أقدر إن أنا أعمل فيديوهات كمان وكمان، وأمشي في السلسلة بتاعة الفيديوهات الجميلة دي. والنهاردة يوم خارج التوقعات، ويعني مختلف تماما، ملوش علاقة بأي فيديو من فيديوهات الروتين وفيديوهات التنظيف والغسيل والمسيح بتاعت كل يوم وبتاعت الطاقة الإيجابية اللي احنا بنعملها. النهاردة بقى طاقة إيجابية من نوع مختلف، طاقة إيجابية خارج البيت، طاقة إيجابية كلها جري ولعب وضحك وهزار في وسط جو كله غيوم وجو لمحبين الشتاء كده. جو بجد ممتع 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 بشكل محدش يتخيله. خرجنا وطلعنا الطاقة السلبية اللي جوانا، ويا مرحب يا مرحب بالطاقة الإيجابية، جرينا ولعبنا، وكان لازم ان احنا نعمل كده علشان ما نفضلش نكبت في نفسنا. انا بحب الريف جدا، بس اني اخري في الريف ممكن اقعد 3 4 ايام تغيير جو. انما ان انا اقعد في الريف، اقعد اسكن في الريف، فده حاجة ما يعني عمري ما تخيلتها وعمري ما توقعتها. مشاكل اهل الريف مشاكل كتيرة. الخير عندهم كتير، الجو عندهم جميل، وعندهم الصحة، وعندهم النوم بدري، وعندهم الخير، وعندهم حاجات كتير، ولكن مشاكلهم اكتر واكتر. هنا بقى انا كنت عند بيت بابا، وكنت بوريكم البيت. يا ربنا يا رب يجعله دايما مفتوح بحسه يا رب، ودايما لممنا كده حواليه، ودايما في خير وفي سعادة، اللهم امين يا رب العالمين. مشاكل اهل الريف بالنسبة للجواز، بالنسبة للحاجات اللي حواليها. اهل الريف بيحبوا كلهم يبقى لمة واحدة، ومحدش عنده خصوصية، ودي حاجة انا بشوفها انها تخنق صراحة. ان انتي ما يكونش عندك خصوصية، وان يكون الكل عارف عنك كل حاجة، سواء انتي كنتي فين او جاية منين. دي حاجة بتخنق، وحاجة يعني مش قادرة ان انا اتخيلها، ومش حباها صراحة. ولكن هم كان عندهم انا بشوف ان اهل الريف دايما بيبقى عندهم هدوء اعصاب، دايما عندهم راحة، دايما بيبقى عندهم كفاية النوم بدري والصحيان بدري. اصلا الجو المحيط بيهم كله صحة وكله راحة نفسية. جو الخضرة، انا بروح اليومين 3 اللي بقعدهم صراحة، جو يرد الروح، جو يرد الروح، وجو جميل وممتع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وتعرفيني كده وتقولي لي انتي بتتابعيني من اي بلد. ويا ريت يا ريت يا ريت دعوة حلوة كده من القلب، واللايك والشير والكومنت، انا عايزة اكبر بيكم ان شاء الله، وتبقى القناة بتاعتي من اكبر القنوات باذن الله. وانا هنا بقى في اخر اليوم عملت معاكم كيكة الشوكولاتة دي، وكان لازم نحلي بقى. دخلنا المطبخ كده وقلنا لازم نحلي ونعمل احلى كيكة شوكولاتة، وحاجة كده في السريع المريع زي ما بيقولوا، بحبة مية وحبة زيت وبيضة وكمان كوباية دقيق. عملت احلى كيكة زي ما انتوا شايفين كده بصوص الشوكولاتة. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، يا رب تكونوا استفدتم. لو محتاجين المقادير بتاعة الكيك هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.